يكسب ركله جزاء. فرصه للاسبقيه. احمد جحوح في اي زاويه سيختار احمد. هل سيتفوق المكسيم؟ هل هي الاسبقيه للماتادور؟ هل فريق المغرب التطواني سيفرض الصمت في ملعب ام درمان؟ ركله جزاء وفرصه التقدم. جحوح امام الكاميروني. جمهور الهلال يتمنى ان تضيع الركله، وحبات تطواني في انتظار اسبقيه. جحوح يسجل والاسبقيه للتطواني. احمد جحوح يخالف مكسيم. التقدم للماتادور المغرب التطواني. يتواجه الهلال في اسبقيه. تتغير النتيجه. تقدم مغربي. احمد جحوح سدد كرة على الوصول، كرة صوبها كما ينبغي. الكاميروني في جهة والكرة في الجهة المعاكسة. شوف لهذا مرة أخرى سيلقب، ومن هو الفريق اللي سيلقب بالعالمي في صورة الفوز بهذه البطولة؟ سيلعب مباشرة في كأس العالم للأندية. كلام سابق يا وانا برك عادي. ركلة جزاء مغربية. خطأ كبير من جانب المدافع توماس سافير، يتصرف في ركلة جزاء والحكم الكاميروني ينظر توماس سافير. أخذ دفاعية بالجملة. الفريق المغربي يكسب ركلة جزاء وفرصة الأسبقية. شوفوا هذا مرة أخرى توماس سافير، كرة أساسا كبيرة حاول استقبالها والامتداد فيها، لكن متابعة من ياسين بالكحل. ياسين يتابع الكرة.